السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وسلم تسليما كثيرا. رب زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في لحظة كده بتيجي قبل الامتحانات، اللحظة اللي بتحس فيها إنك مش جاهز، وإن كل اللي ذاكرته طار، واللي لسه ما ذاكرتوش أكبر من إنك تلحقه. بتحاول تفتح كتاب بس كل كلمة كأنها طلاسم. بتحس إنك عايز تذاكر بس دماغك مش راضية تستقبل حاجة. مفيش طالب في مصر ما عداش بالموقف ده، كلنا بنقع فيه. التوتر، الخوف، كل ده طبيعي. احساسك انك لو نمت ضيعت وقت، ولو قعدت تذاكر دماغك مش بتشتغل. ومع كل ده صوت المجتمع بقى حواليك: ذاكر، شد حيلك. طب ما انا عايز اذاكر والله، بس ازاي؟ الفيديو ده مش جاي يديك شوية نصايح، لا، انا جاي اتكلم معاك كأنك صاحبي واخويا في نفس الزنقة. هنفهم سوا ليه بتحصل الحالة دي، وهنحط خطة حقيقية بسيطة تشيلك من الارض وتوقفك على رجلك تاني. الهدف انك بعد الفيديو ده تقوم من مكانك وانت مستعد 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 تمسك اليوم، تستغل الوقت، وتحس انك راجع تتحكم تاني. مش هتسيب الامتحانات تكسرك، انت اللي هتكسر التوتر وتكسبها واحدة واحدة. قبل ما نحاول نحل المشكلة لازم نفهمها. ليه اصلا دماغنا بتفصل وقت الامتحانات؟ ليه بنقعد قدام الكتاب بالساعات ونحس اننا مش بننجز؟ السر كله في الضغط. لما بيبقى فيه ضغط كبير على اي انسان، جسمه ومخه بيدخلوا في حالة اسمها حالة الطوارئ. زي ما تكون كده بتجري من اسد. هرمونات التوتر بتزيد، تركيزك بيقل، وتبدأ تحس انك مش قادر تذاكر. كل ما تمسك بقى الكتاب تلاقي نفسك بتقوم، مش لانك فاشل، لا سمح الله، لكن لان مخك بيحاول يحميك من حاجة شايفها مؤلمة وصعبة. وفوق ده كله بتحس انك الوحيد اللي في الحالة دي. بس الحقيقة كل الطلبة نفس الحالة، كلهم بيعدوا باللحظة دي، اللحظة اللي بتحس فيها انك تايه ومفيش وقت ومفيش امل. مجرد انك تفهم ان اللي بيحصل ده طبيعي وانه مش عيب فيك، ده بيخليك تبدأ تهدى وتبدأ تقول لنفسك انا مش فاشل، انا مضغوط. وده فرق كبير، وده اول مفتاح انك تتصالح مع نفسك، وتبدأ من اللحظة دي تحضر عقلك وجسمك للمواجهة. مش مواجهة صعبة، لا، مواجهة ذكية. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. قبل ما تمسك القلم وتفتح الكتاب لازم تهيئ دماغك، لانك لو بدأت مذاكرة وانت مش مستعد ذهنيا هتحس انك بقى بتجاهد ودماغك مش بتسعفك، وكل حاجة حواليك بقى هتشتتك. اول حاجة انا عايزك تاخد نفس. خد نفس 3 دقايق. اقفل عينك كده وابدأ خد نفس عميق من مناخيرك وطلعه من بقك ببطء. كرر ده كذا مرة. الطريقة دي كأنك بتقول لجسمك في امان ومفيش خطر، وده بيقلل التوتر. خد بالك انا بقول كده عشان الاكسجين بيقل. الاكسجين اكتر غذاء مهم جدا للعضلات، تمام؟ طبعا المذاكرين احياء فاهمين انا بقول الكلام ده ليه. طبعا عارفين ان يعني الاكسجين ATP، وطبعا واحنا عاوزين الحاجات ديت فلازم اكسجين، تمام؟ خش بقى على اللي بعد كده. تاني حاجة النوم. الناس اللي بتسهر للصبح وبتفتكر انها كده بتكسب وقت، هم في الحقيقة بيخسروا ايه؟ جودة المذاكرة. الدماغ اصلا بتشتغل في الذاكرة والفهم اثناء النوم. انت بتذاكر واثناء النوم بتبدأ ترتب، فلو انت ما نمتش كويس معلوماتك ديت مش هتثبت. طيب تالت حاجة الورقة والقلم. قبل ما تذاكر انا عاوز منك بس طلب، انك تكتب 3 حاجات. ايه هما؟ انا حاسس بايه دلوقتي وانت بتذاكر. تاني حاجة ايه اكتر حاجة قلقاني، او ايه اكتر حاجة ممكن تحصل لو انا ما عملتش اللي انا عاوزه، تمام؟ طيب تالت حاجة ايه الحاجة اللي عايز اخلصها في الساعة اللي جاية ديت، ولو في الساعتين، لو في اليوم يبقى احسن. طيب خلصنا دي، نخش على رابع حاجة مهمة جدا. اقطع المشتتات. موبايل اقطعه. ليه؟ الاشعارات بقى والاصوات وكل ده اصلا بيكسر تركيزك. اقفل كل حاجة لمدة ساعة واحدة بس، وادي نفسك فرصة تكون في مود ايه المذاكرة كده، ماشي؟ الخطوات دي بقى هتخلي دماغك ايه تستقبل وتبدأ من وضعية جاهز الى وضعية مش مضغوط. اهو يلا بينا ندخل بقى على الجد، نذاكر بقى.
طب ازاي بقى نذاكر دلوقتي؟ بقى احنا جاهزين نبدأ مذاكرة، بس السؤال اذاكر ازاي بقى؟ في ملايين فيديوهات على اليوتيوب بتقول لك بقى 30 دقيقة وارتاح 5 دقايق واستخدم طريقة البومودورو. بس انا هقول لك، خلينا بس اقول لك على حاجة اهم من الطريقة، انك تفهم. اهم من الطريقة انك تفهم انت محتاج ايه، وتمشي على نظام يناسبك انت، مش يناسبني ولا يناسب غيري. اول خطوة ابدأ بالاسهل، اسهل حاجة ابدأ بيها. لما بتبدأ بحاجة سهلة بتحس انك كسبت اول جولة، وده بيرفع ثقتك وبيحمسك تكمل. ولو بدأت بحاجة صعبة ممكن تتعطل وتتعب بسرعة وتحس ان اليوم خلاص ضاع، فاحنا مش عايزين كده. طيب تاني خطوة، قسم وقتك. بدل ما تقول هذاكر فيزياء 3 ساعات، لا يا عم خليها ذاكر مسائل الحركة ساعة، وبعدها قوانين نيوتن ساعة، وبعدها مراجعة عامة ساعة. تمام. طيب التقطيع ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي دماغك تشتغل بسرعة، وبيخلي الانجاز ظاهر قدامك. انا انجزت اهو، تمام، فالدنيا فيه معنويات مرفوعة. طيب بعد كده بقى هنطور الموضوع. الموبايل مش هنخليه قدامنا، هنخليه بره الأوضة خالص. طب لو بتذاكر من الموبايل خلاص انت معاك عذرك، تمام. لكن لو معاك الكتاب بس مش محتاج الموبايل، فانت مش معاك عذرك خالص يعني. تمام. طيب وخامس خطوة، اختبر نفسك. بعد كل حاجة بتذاكرها اقفل الكتاب واسأل نفسك ايه اللي انا فهمته. ايوه سؤال كده، ايه اللي انا فهمته؟ طيب انا اقدر اكتب اللي انا فهمته دوت، او اقدر الخصه. لو قدرت تجاوب على السؤالين دول يبقى مبروك عليك فهمت. طيب لو ما قدرتش يبقى نخش بقى على سادس خطوة. لو ما قدرتش عيد تاني، طبعا تعيدهم تاني. سادس خطوة دي حاجة تانية. طيب الراحة. الراحة دي مش رفاهية، الراحة دي مش كسل. كل 45 دقيقة خد بريك 10 دقايق. لو دماغك قفلت خد بريك فورا 10 دقايق. امشي شوية بقى، اشرب مية، غير جو، اعمل اي حاجة. لان البريك دوت والراحه ديت بتشحن وبتعيد طاقتك تاني. واخيرا راقب نفسك. انت ممكن تبقى قاعد نص ساعه لكن دماغك خلاص قفلت بعد نص ساعه، ما تكملش. ذاكر بقى وقت ما تكون فايق، مش مش دماغك مقفوله. خد ال10 دقايق وارجع ذاكر تاني. طيب الخطوات دي بسيطه بس فعاله. اعمل الخطوات دي وشوف بنفسك الفرق. واخيرا هنروح للختام عشان ما يبقاش ضيعت منك وقت. يعني انت خليك حريص على وقتك. طيب بص، انت مش اقل من حد، ولا فاشل ولا متأخر ولا ضعيف. انت بس مضغوط، وده طبيعي، كلنا بنعدي بنفس اللحظة. بس الفرق الحقيقي بيبدأ لما تقرر تتحرك. خد يومك خطوة بخطوة. ذاكر بإحساس انك بتبني مستقبلك، مش بس بتحاول تنجح في الامتحان. تمام. طيب ركز بقى وارتاح وارجع تاني كده، واوعى اوعى اوعى تستسلم. ولو حسيت انك فقدت الحماس ارجع شوف الفيديو ده تاني، يمكن يحمسك يعني. طيب عامة انا مصدق فيك ومستنيك ترجع لي بنتيجتك قريب تفرحني بيها. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان ده بيشجعنا، وعلشان يوصلك كل جديد زي ما بيقولوا. تمام. دمتم في رعاية الله. اتمنى لكم النجاح والتوفيق يا احسن طلاب في الدنيا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معكم حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.